حسام. استاذ حسام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ؟ الله يحفظك. استاذ محمود، انا شاب عندي 27 سنه، من الشباب اللي المفروض ان احنا اشتركنا في ثوره 25 يناير، ونفسي اوجه رساله للرئيس مرسي واوجهها للحزب الحاكم. اتفضل. نظرنا اسقطنا نظام، قلنا عيش حريه عداله اجتماعيه، سرقوا اسم الحريه والعداله مننا وخدوا نفسهم وسموا نفسهم حزب الحريه والعداله، والعيش النهارده مش لاقيينه، بنقول ان كل مواطن هياخد 3 ترغيفه. يعني احنا اقل مطالب نظامنا طالبناها في الثوره، واسقطنا مبارك واسقطنا نظام بسببه، احنا النهارده مش لاقيينهم. احنا النهارده شايفين عند وشايفين كبرياء وشايفين قله ادب بصراحه من اللي بيحصل معانا كشباب. احنا شايفين في اسكندريه، انا بكلمك من اسكندريه من منطقه العجمي، احنا شايفين النهارده ان كل اللي معاه فلوس وكل حرامي وكل بيبني عمارات وبيجي علينا وبيجي على اهالينا وبيستغلونا في فلوسها بالفلوس. يا ريت كمان ان العمارات دي بتتباع بالاسعار ان هي معموله من تراب ومعموله من هش. احنا شايفين النهارده ما فيش اي اسفلت في الطرق كلها، طريق زي طريق وادي القمر، الطريق ده بيطلع منه العربيات النقل كل يوم وبنمشوا فيه كملاكي وكاجره وكل الطرق بتمشي. الطريق ده النهارده بساعه ونص وساعتين عشان حوالي 2 كيلو مش عايزين يترصفوا. احنا مش بنطالبوا الرئيس مرسي زي ما الناس اللي هي بتحالفه ان احنا بنقول له تبدا بالبلد من اول وجديد، وكل شويه يطلع يقول لنا هو بيعمل ايه. مفيش لمبه على الطريق الدولي، احنا عندنا موظفين النهارده في الحكومه بتاخد فلوس الموظفين دي، والموظفين دي شغاله ومفيش بني ادم بيحاسبهم. انا عايز اعرف مين الكبير النهارده في البلد اللي المفروض ان هو يحاسب الناس دي. اما مفيش لمبه على طريق دولي بيحصل عليه كل يوم حوادث وبيحصل عليه قتل وبيحصل عليه سرقه، اما الطريق ما فيهوش اسفلت. الحاجات دي موجوده عندنا في البلد، احنا مش بنقول له تعالى اشتري من بره ولا بنقول له تعالى فين الفلوس. احنا عندنا بالفعل، عندنا اداره الطرق والكباري، عندنا رصف، عندنا 2 محافظين. استاذ حسن البرنس اللي قاعد عندنا على طول النهارده وانا مش شايف له شغل او مشغله، وعشان نزل حط طوبه في سيدي جابر نزلوا وقعدوا يقولوا بصوا التفاني وبصوا ده مش تفاني ده تمثيل. احنا النهارده ما فيش شارع بيترصف وما فيش حاجه بتتعمل غير قبل الدعايه الانتخابيه. احنا النهارده بيضحك علينا اوسخ من الحزب الوطني الديمقراطي. وانا اسف ان هم كانوا طالعين بيقولوا ان احنا شباب اسكندريه ان احنا مولعنا في المقرات بتاعتهم ان احنا غلط. احنا مش غلط يا اخوانا يا مسلمين، انتوا اللي علمتونا الدم، انتوا اللي نزلتوا في 25 يناير وعشان مساجنكم وعشان الناس اللي كانت هربانه في سجونكم وفي امن الدوله جرتونا كشباب. كنا نازلين بنقولوا عيش حريه عداله اجتماعيه، جرتونا برجليكم وخدتونا معاكم وقلت لنا تعالوا ناخدوا حقنا، تعالوا نولعوا في السجون، تعالوا نولعوا في الاقسام. احنا يا استاذ محمود بيتعمل علينا لعبه كبيره قوي 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 النهارده الرئيس مرسي بالنسبه للعداله الاجتماعيه، انت نجحت يا رئيس ان انت تقسم البلد دي لنصين، قضاء مقسوم واعلام مقسوم انا مش عارف النهارده بسمع الشيخ بيتكلم عن الدين ولا بيتكلم عن السياسه، وهي السياسه بقت حزب الحريه والعداله. السياسه عمرها ما كانت حزب الحريه والعداله ولا الدين كان حزب الحريه والعداله. احنا مسلمين، احنا ممكن نكون عندنا اخطاء وممكن نكون بنعصي ربنا، بس كلنا خطائين، احنا مش رسل ولا احنا انبياء، والرئيس محمد مرسي مش رسول او نبي. هم نزلوا معانا عشان يسكتوا محمد حسني مبارك وكلنا قلنا لا لمحمد حسني مبارك، حللوها لنفسيهم. نزلوا معانا قدام المجلس العسكري وقالوا للمجلس العسكري لا، وقالوا له يسقط حكم العسكر، وانتوا احنا كنا معاهم. وبعد كده قالوا لا الرئيس مرسي حرام. يا اخي اعتبر ابوك، طب ما انا كنت صبرت على مبارك ال10 ايام او ال12 يوم اللي كان عايزنا نصبر عليهم، ما كنتش وصلت النهارده. لان احنا كلنا النهارده عندنا في بيوتنا مشاكل، وكلنا خايفين ننزلوا من بيوتنا، وكلنا مش حاسين بالامان، ومصر بتضيع بقى لها 2 سنين. طب ضاعت عشان ايه؟ عشان استناكم انتوا. ليه استناكم؟ الشباب اللي انتوا جايين بتهاجموهم النهارده وبتقولوا لهم انتم كفره وانتم ملحدين وانتم علمانيين، احنا اللي طلعناك يا ريس مرسي من السجن. يا ريس مرسي احنا شباب نزلنا مات مننا كتير عشان خاطر تطلع من السجن، وكنا مأمنين بيكم ومأمنين بجماعتك، وقلنا لكم اتفضلوا اقعدوا على الحكم، الكرسي قدامكم اخدمونا زي ما كنتوا بتعملوا. يا ريس ما تنافقناش، انت نزلت في 2005 وفي 2002 وفي 2010 وكنت بتقول لا، وكنت بتقول انا ضد النظام ومبارك ونظامه لازم يتحاكموا عشان عماره بتقع وعشان قطر بيحصل. يا ريس حتى لو في نظريه المؤامره اللي انت بتقولها لنا، يا ريس انت كبرنا النهارده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ناس اللي بتتكلموا باسم الشريعه، يا سلف اللي مضحوك عليكم بالاخوان بينزلوكم عشان خاطر تضربونا، دي مش شريعه اسلاميه. الناس دي دعت ان انتوا تنزلوا تقتلونا في الميادين في شهر محرم اللي ربنا حرم فيه القتال ما بين المسلم والكافر، مش المسلم والمسلم. دم المسلم على مسلم. يا الناس اللي بتتكلموا باسم الشريعه، انتوا لا تعرفوا شريعه انا اسف ولا تعرفوا دين. الشريعه والدين ما بيقولوش كده. يا ريس احنا لو عيالك بجد زي ما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته وغلطنا، هتنزل تقول لنا تعالوا انتوا غلطانين، مش هتنزل تسيبنا بنتدبحوا وبنتقتلوا في الشوارع.
انا اسف، انا مش شايف النهارده وجود للداخليه غير في محاكمات قتله الثوار، وغير عشان خاطر تحمي مقرات الحريه والعداله، وغير عشان خاطر تضرب الشباب في الشارع وتموتهم. يا ريس ادعمنا يا ريس، يا ريس احنا قعدنا، انتوا يا حريه وعداله انتوا اول ناس بعتونا في الميادين. حكايتنا مع احمد المحلاوي قديمه قوي قوي قوي، الشيخ ده فوق دماغنا من فوق، وجمع القائد ابراهيم ده اللي مصر كلها والعالم كله بيتفرج عليه في رمضان واحنا بنصلي التراويح ورا الشيخ حاتم، بنبقوا بالملايين وبتتصور والناس كلها بتقول بسم الله ما شاء الله وهو ده الاسلام. احنا ما نزلناش ضربنا الشيخ احمد المحلاوي ولا كسرنا الجامع، احنا لو كفر يا ريس احنا كنا ما خليناش حد يدخل الجامع ولا يطلع من الجامع. يا ريس احنا لو كفروا وحدفنا طوب زي ما طلعتوا قلتم في التلفزيون وحدفنا مولوتوف، احنا كنا دخلنا، احنا كنا اكتر من 3 4000 كنا دخلنا استغفر الله العظيم يا رب كسرنا الجامع وجبنا الناس اللي جوه. يا جماعه حرام عليكم، احنا مش كفر، احنا بني ادمين عندنا غضب، الغضب انتوا اللي قلتوا لنا ازاي نغضبوا، واحنا كلنا قمنا بثوره غضب وكنتوا جنبينا. ازاي ما كنتوا جنبينا وازاي ما اتقال علينا ان احنا مرتشيين وان احنا بناخد فلوس؟ مع احترامي للاستاذ حمدين صباحي والاستاذ البرادعي ومع احترامي للناس دي كلها، بس الناس دي برضه مش بتمثل غير صوتها. احنا شباب ما نزلنا مالناش قائد، وده ممكن يكون اللي نجحكم انتم وقعدكم النهارده على الكرسي. ده لو كان لنا قائد، لو كان حمدين صباحي قائد او البرادعي قائد او اي حد في الناس دول قائد، الناس دي رؤساء احزاب ممكن يكون مشاركيننا في نفس اللي احنا بنقوله، ممكن يكون عندهم فكر قريب لفكرنا ان احنا ضد سياسه الحزب الوطني الثاني. احنا سقطنا ليه يا جماعه عملنا ثوره ليه وبوظنا البلد ليه؟ طب ما كنا عشنا في عصر مبارك والحزب الوطني، على الاقل كنا بناكله وكنا بنشربهم وكنا عايشين، ما كانش عندنا المصايب اللي احنا فيها النهارده دي. انا عايز اعرف ايه اللي حصل في البلد وايه اللي اتغير، عايز اعرف ليه مصر بقت قاسيه قوي 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 على اولادها. احنا شباب متعلمين ومثقفين وولاد ناس وكلنا ناس محترمه، بننزل بنقول في الشارع يسكت يسكت. احنا لو بنعرف نولع ولا لو بنعرف نضرب حاجات سياسيه زي ما هم ضربوا كنا نجحنا في ثوره ثانيه اللي احنا عملناها. نزلنا قلنا لا للدستور، ضحكوا على الناس وقالوا لهم نعم لتطبيق الشريعه. احنا يا جماعه مسلمين نزلنا قلنا نعم لتطبيق الشريعه ولا للدستور. الدستور ده اللي كتبه او الاعلان الدستوري ده اللي كتبه ناس بشر زي وزيك وزي اي حد يا استاذ محمود. ليه ما اقول لهم لا ابقى انا كافر وابقى انا ملحد؟ ليه ما انا النهارده مش شايفك ان حضرتك ضدي في حاجه؟ انا حر. احنا المفروض ان احنا ربنا من علينا بنعمه العقل عشان نفكر، عشان نختلف، عشان نوصل للاحسن. اي بني ادم بيقعد على السلطه وبيبقى اللي حواليه اهله وعشيرته اكيد هينافقوه، مش هيقولوا له فين الصح. انا عايز برلمان يبقى 50% منه معارضه و50% منه حزب حاكم، عشان انا واحد من الشعب انا اكون مستفيد. كل واحد مع احترامي للناس كلها ومع احترامي لاي حد جبهه انقاذ او مش جبهه انقاذ، بس في الاول وفي الاخر كبشر كلنا بندور على نفسه. انا النهارده عايز الاحزاب كلها تبقى قاعده وعايز المصريين كلهم يبقوا قاعدين، يبقى برلمان بيمثل الشعب المصري بجد. اشوف راجل جاي من الصعيد جايب جلابيه، راجل غلبان صعيدي بجد بيتكلم عن اهل الصعايده، واشوف واحد اسكندراني ساحلي جاي صياد راجل غلبان بيتكلم. مش عايز اشوف ناس بتدفع ملايين وناس بتدفع الافات وناس مش لاقيه. حزب الحريه والعداله النهارده يطلعوا يقولوا لنا الفلوس اللي دفعت على الدستور اللي راحوا قالوا. انا ما شفتش جامع في اسكندريه وما شفتش شيخ وما شفتش زاويه في سيدي جابر وفي القائد ابراهيم وفي العجمي وفي كل اسكندريه. اللي انا شفته انا بتكلم عليه ورق مطبوع ملون البول، الورقه الواحده منه تتكلف اكتر من 25 قرش ومن 30 قرش. الورق ده جابت منين والفلوس دي جابت منين؟ المصروف اللي بيتصرف ده كله انتوا بتجيبوه منين؟ انتوا ما حشدتوا الناس، انتوا نزلتوا دفعتوا لسواقين المشاريع في ال21 بشهاده سواقين المشاريع، واحنا في يوم راجعين دافعين لكل سواق 1000 جنيه. كانوا 32 عربيه مشروع طالعين غير الاتوبيسات اللي انتوا كنتوا حاشدينها. من اين لكم هذا؟ الفلوس دي بتيجي منين كلها؟ انا عايز اعرف النهارده المنح اللي دخلت مصر والفلوس اللي عمالين بتقولوا عليها وي 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 وفي الاخر احنا مش حاسين بحاجه. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا قاعدين على كرسي وبس. البلد مش كرسي وبس، مصر كبيره. احنا شباب عايزين نعمل مشاريع، احنا شباب عايزين نتعب وعايزين نشقى، احنا شباب النهارده المخدرات بتضرب في اكتر من 50% فينا ومحدش حاسس بينا. ليه طيب؟ فين الدوله وفين البلد وفين الثوره اللي احنا عملناها؟ احنا عملنا ثوره عشان نفوق، عشان نبداوا من اول وجديد. عايزين التعليم اول حاجه، مش عايزين التعليم يبقى تعليم الاخوان وتدخل لي النهارده في التاريخ وتقول لي ان التاريخ بقى تاريخ الاخوان. عمره ما كان تاريخ اخوان ولا عمره هيبقى تاريخ اخوان. التاريخ دي بلد مصر عظيمه قوي قوي قوي. مصر هتتكلم على كل اللي بيحصل النهارده والتاريخ هيذكرنا وهيذكر اللي بيحصل النهارده وهيذكر كل واحد النهارده بينافق عشان يوصل للي هو عايزه. انا عايز اعرف البلد وصلت كده ليه النهارده؟ انا عايز اعرف احنا اولاد البلد، احنا اللي جايين. مع احترامي ليك يا استاذ محمود انت في سن والدي، ومع احترامي للدكتور مرسي، ومع احترامي لاي حد فوق، كلكم خلاص وصلتوا لسن انتوا عديتوا من النهارده. احنا شباب جاي تعبان. انا راجل بكلمك انا الحمد لله شغال وراجل
راجل قادر باخد مرتب حوالي 1200 جنيه في الشهر، هتجوز بيهم منين وهعمل ايه وهسوي ايه؟ وباجي على نفسي وبعمل جمعيات وبقول معلش وبقول استحمل وبقول ربنا يكرمنا. لحد امتى هنفضلوا نستحملوا؟ لحد امتى هتفضلوا تزادوا علينا؟ انا ما شفتش فكر اقتصادي ناجح النهارده من 6 شهور. انا شاب طفل عندي 27 سنه، بالنسبه لكم ابقى طفل وبتكلم بحاجات. انا ما شفتش خطه، ما شفتش خطه عمل النهارده. هي خطه العمل قبل الانتخابات بس، خطه العمل للدعايه وللاعلان. انا عايز اعرف فين الاخوان المسلمين؟ فين الحزب اللي كان بينزل كل جمعه قبل الانتخابات ونزل الجمعه اللي فاتت بينزل بيعمل عربيات الخير، عربيات الخير اللي بتبيع خضار وبتبيع عيش وبتبيع سكر وبتبيع الحاجات بسعر مدعم. طب ما انتوا النهارده انتوا النهارده الكرسي الحاكم وانتوا الحزب الحاكم، ما تبيعوا الحاجات دي للشعب كله، ولا هو لازم يكون في انتخابات عشان تعملوا لنا الشغل ده؟ انتوا ما بتشتركوش في اي فلوسكم فين؟ فلوسكم اللي النهارده اقل واحد في حزب الحريه والعداله النهارده جابوا عربيه، الشباب اللي زينا اللي في سنهم جايبين عربيات ملاكي بعد ما كانوا حالهم لا حول له ولا قوه، كانوا شباب عاديين وشغالين. انا عايز اعرف الفلوس دي من اين لك هذا؟ انا عايز اعرف انتوا بتساعدوا النهارده الشباب اللي معاكم وبتقووهم، انتوا بتحاربونا بس مش بتحاربونا انتوا بتحاربونا بالسلف، بتضحكوا على الراجل السلف المحترم اللي بيتكلم باسم الدين وبتقولوا له دول كفره. انتوا منزلين النهارده على امبارح على المواقع بتاعتكم وعلى الصفحات بتاعتكم على الفيسبوك بتقولوا ان واحد اسمه المهندس محمد حسن طالع بيتكلم بيقول ان حوادث القطارات اللي بتحصل دي ده المسيحيين هم السبب فيها، السواق اللي اسمه مجدي صموئيل ورئيس حركه الصيانه مش عارف اسمه ايه راجل مسيحي، وبيقولوا ان هم السبب وان النصارى هم اللي بيعملوا حرب ويجب تطهير السكك والحديد وتطهير الاماكن كلها من النصارى. انتوا بتعملوا حرب طائفيه في البلد. يا ريس مرسي انتوا مش عملتوا فتنه طائفيه بين مسلمين ومسيحيين، انتوا عملتوا فتنه طائفيه. كنا زمان كشباب اما بشوف واحد بدقن وكنت ببقى معدي وببص له بقول له النبي يا عم الشيخ ادعي لي ربنا يهديني، مع اني مش عاصي ومش ظالم، انا مش كافر انا مسلم، بس بالنسبه لي كان الراجل ده راجل التقوى. بس يا حسام بقى، بس يا حسام بقى، بس حسام انا بشكرك جدا جدا جدا، وارجو انكم تحتفظوا برقم تليفون حسام. احنا مش هنذيع بقى تقرير البنزين، هنخليه اليوم الاربعاء اللي جاي عشان اكيد حمدين وصل. ونخلي بعد مكالمة حسام اعتقد ما فيش كلام ينفع خالص. الراجل سايب مفاصل الحياة وانا قاعد حاسس ان احنا كلنا مالناش قيمة، وده عنده حق في كل حاجة قالها، عنده حق في كل حاجة قالها الحقيقة، لان الكلام الحقيقة يعني، وتحس ان هو شوف قد ايه انت متحمس ومندفع وواعي وصاحي ويقظ لكل حاجة بتحصل. قال كل حاجة، قال احسن ما بنقول احنا كتير 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 يعني. بس زي ما بقول لكم، انا احيانا الواحد بيتخبط في حاجات كده تفوقه شويه، وفي نفس الوقت تحسسه ان البلد بخير، لان البلد طول ما فيها شباب زي حسام وغيره الواحد ما يخافش عليها، انما لما يكون فيها امثالنا احنا يتخاف عليها. العواجيز اللي زي حالتنا، صح، هو بيتكلم كلام مظبوط، احنا كبرنا وقربنا خلصنا حياتنا خلاص، انما الشباب يعمل ايه؟ وده اللي احنا بنقوله طول الوقت، الشباب يعمل ايه؟ ده بياخد 1200 جنيه في الشهر. ممكن واحد يقول لك ده 1200 جنيه كويس قوي، لا مش كويس، بيهم ايه؟ احسبوها قالوا ياكل بكام ويشرب بكام ويركب مواصلات بكام عشان يروح شغله، ويلبس هدمه بكام، ويبقى يصرف على البيت اللي هو قاعد مع عمه، يصرف بتاكله وبتشربه، يصرف كام ويتبقى له كام ويحوش كام؟ ولا حاجه، ده هيطلع عليه الفلوس. حمدين صباحي بعد الفصل.